سادت شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حالة استياء واسعة بعد تأكيد حساب معتقلي الرأي المعني بقضايا المعتقلين السعوديين مضاعفة عقوبة السجن بحق الداعية خالد الراشد ليصبح مجموع سنوات سجنه 40 عامًا. وعبر منتقدون عن غضبهم إزاء تغليظ الحكم على الراشد الذي لم يرتكب جرما جنائيا ولا مدنيا، وشددوا على أن قضيته مثال صارخ على الظلم الذي تمارسه السلطات منذ صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الحكم. واليوم الثاني على التوالي صعد وسم أنقذوا خالد الراشد إلى صدارة أكثر الوسوم تفاعلا على تويتر، وسط سيل من إعادة تغريد خطب للداعية السعودي المعتقل. وفي السياق كتب الكاتب والصحفي تركي الشلهوب مغردا ماذا بين محمد بن سلمان والعلماء والدعاء إلى الله ألا ينتهي حتى يزلزله الله. وأضاف في تغريدة أخرى: إذا دخلت سجون السعودية فستجد حافظ القرآن وقارئه، وستجد العالم والداعية، وستجد عالم الاقتصاد وعالم السياسة، وستجد شبانا مفهومين، وستجد نساء طاهرات عفيفات، وستجد أناسا يحبون الوطن أكثر من الذي سجنهم. وكتب أستاذ التاريخ محمد طاهر العريفي: حبيبي يا شيخ خالد، والله ما عند الله خير وأبقى وأنقى، عوضك الله في الدارين حياة طيبة، وأنزل على قلبك وقلب أهل الصبر والسكينة. وكتب خالد العبد الله: أكثر من 70 قاضيا أفتوا بقتل الإمام أحمد بن حنبل ووصفوه بأنه مبتدع نسيهم التاريخ وخلد ذكر الإمام أحمد، هكذا معركة الحق والباطل في كل العصور. كما كتب ناصر نجل الداعية السعودي المعتقل عوض القرني: انتهت محكومية الشيخ خالد الراشد الجائرة 15 سنة في عام 2020، وبدلا من أن يطلق سراحه تمت إعادة محاكمته بالمحكمة الجزائية ب23 سنة، وبعد الاستئناف أصبح المجموع 40 سنة. هذه الأحكام المخالفة للمنطق كانت دفاعا لي للخروج ومواجهة هذا الجنون، والصمت ليس خيار. وعلقت ناشطة باسم نجوى بالقول: في السعودية فقط السجن 40 عام لمن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للمرة الثانية محكمة الاستئناف تغلظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد وتضيف إلى مدة حبسه 17 سنة أخرى لتصبح 40 سنة. ويشار إلى أن الحاكم الفعلي للسعودية الآن والمتحكم في قرارها هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم تواجد والده الملك سلمان على العرش. وتمكن بن سلمان من إزاحة جميع منافسيه داخل العائلة الملكة، ولا يحول بينه وبين العرش رسميا سوى وفاة والده الملك. وحدث الأمير الشاب المتهور شرخا كبيرا داخل العائلة الحاكمة في آل سعود، وقفز على أنظمة الحكم فيها، حيث أن منصب ولي العهد كان من نصيب الأمير محمد بن نايف الذي أطاح به ابن سلمان في عام 2017 واختفى من بعدها. وبات الشاب المراهق يحكم السعوديين بالحديد والنار، وأصبح ما لا ينافقه فضلا عمن يعارضه مصيره السجن أو القتل، كما حدث في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018. وفي سياق متصل كشف حساب العهد الجديد عن اسم الشخصية الجديدة السعودية التي ستتولى ملف إدارة وتوجيه الإعلام السعودي والذباب الإلكتروني، خلفا للمستشار في الديوان الملكي المقال سعود القحطاني الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات، لعل أهمها تورطه في اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. وقال العهد الجديد في تدوينه عبر تويتر إنه سيتفرغ سعود القحطاني لإدارة المهام القذرة والبعيدة عن الأضواء، وسيحل محله في إدارة الجيوش الإلكترونية وتوجيه الصحافة السعودية المستشار في الديوان برتبة وزير حمود بن بداحة المريخي. وقع تعيين المريخي مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة منذ 29 من مايو أيار 2022 المملكة العربية السعودية. ومن المعلوم بأن مهمة إدارة الجيوش الإلكترونية وتوجيه الصحافة السعودية هي وسيلة ينتهجها النظام السعودي منذ سنوات من أجل السيطرة الداخلية والتأثير الخارجي على عمليات صناعة الرأي الواحد والواحد فقط. ويأتي تعيين المريخي بحسب ما ذكرت العهد الجديد في الوقت الذي يتداول فيه ناشطون معارضون في الخارج أخبارا مفادها دخول محمد بن سلمان في صفقة مع صناع القرار الأمريكيين من أجل الحصول على الحصانة من التبعات القضائية الأمريكية مقابل تنازلات سيقدمها فيما يتعلق بالإنتاج النفطي. صفقة سيكون فيها محمد بن سلمان، وهو اليوم الحاكم الفعلي للسعودية، صاحب حصانة من الملاحقات القضائية الأمريكية على خلفية الدعاوى المرفوعة، والتي يتهمها فيها عدد من المعارضين ومنهم عبد الله العودة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 داخل سفارة بلاده في تركيا. وفي المقابل بحسب ما ذكر المعارض عبد الله العودة عبر حسابه على تويتر: سيكون النفط السعودي متاحا أمام الإدارات الأمريكية القادمة وربما إدارة بايدن.
دون أي محاولة سعودية مثل ما حدث قبل شهر عندما رفضت المملكة الزيادة في نسبة الإنتاج النفطي اليومي لرفض المطالب الأمريكية فيما يتعلق بإدارة سوق النفط العالمي الذي تعد السعودية أهم لاعب فيه. يشار إلى أنه لا يذكر اسم الذباب الإلكتروني إلا ويقترن معه اسم الوزير السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني. هذا الوزير الذي كشفت معلومات ووثائق عديدة عن إدارته مجموعات من الهكر والمبرمجين الذين كانت مهمتهم صناعة رأي عام مؤيد لوجهة نظر السعودية بقيادة محمد بن سلمان. وكشفت وثائق نشرها موقع ويكليكس عن تواصل القحطاني عام 2012 مع شركة تجسس إيطالية اشترى منها برامج تجسس مع مفاتيح تشفيرها، إضافة إلى عضويته النشطة في مواقع الاختراع المتخصصة لبيع خدمات المخترقين، حتى أنه في عام 2018 كشفت حسابات سعودية عما سمتها فضيحة تجسس القحطاني الذي اعتدى منتقدوه على إطلاق لقب ديلي عليه، وهو مصطلح خليجي يطلق على الخادم الذي يقوم بالأعمال الدنيئة. كما كشفت حسابات سعودية عديدة عن اشتراك القحطاني منذ عام 2019 في موقع هاك فورمز المتخصص في التهكير. ورغم حرص القحطاني على إخفاء هويته، فإن تعرض شركة هاكينج تيم للاختراق عام 2016 ونشر جميع مراسلاتها أظهر علاقته بالشركة التي تنوعت بين طلبه اختراق إيميلات وحسابات ومساعدته على تسجيل أصوات مقابل مبالغ مالية كبيرة، جعلت معلقين من الهكر يعتقدون بأنه لديه آبارا من النفط. وفي وقت سابق سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على التغيرات الاجتماعية التي شهدتها السعودية في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حكام البلاد يغيرون البلد بسرعة ويعتبرون مشاركة المرأة في الوظائف العامة أولوية. كما وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن السلطات السعودية في ظل تخطيطها لمستقبل البلاد ما بعد النفط تهدف إلى دمج النساء في الوظائف العامة، وتبدو عازمة على إجراء تغييرات حقيقية أو على الأقل إقناع العالم بذلك. وأشارت إلى أن بطولة ليف جولف المقامة في مدينة جدة والممولة من قبل الحكومة تعد جزءا صغيرا من الخطة السعودية. وأوضحت أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية طلب المشاركة بالعمل التطوعي الخاص بالبطولة، واختار أكثر من 300 متطوع غالبيتهم من الطالبات. وفي السياق نقلت الصحيفة عن رئيس المشاركة المجتمعية والمنتخبات الوطنية في الاتحاد السعودي للغولف بوشعيب الجادياني قوله: الحكام هنا يغيرون هذا البلد بسرعة كبيرة جدا. وأشارت إلى أن السلطات السعودية أغلقت أبوابها لسنوات طويلة أمام الزائرين من مختلف أنحاء العالم، وسمحت بأول تأشيرات سياحية للمملكة في عام 2018، وهو نفس العام الذي تم فيه رفع الحظر الوطني على قيادة المرأة للسيارة والعمل خارج منزلها. وجاءت تلك الخطوات كجزء من سياسة اتخذها الزعيم الفعلي للبلاد ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والذي سمح للنساء السعوديات بممارسة الرياضة وحضور الأحداث الرياضية لأول مرة. وأورد التقرير أن تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة يعمل بالكامل تقريبا في مراقبة جوازات السفر بكوادر نسائية. وتساءلت الصحيفة: هل يأتي ذلك نتيجة التوظيف المتنوع أم نظرا لأن المطارات غالبا ما تكون الانطباع الأول عن مكان ما؟ لكن التقرير أشار أيضا إلى أن النساء في السعودية لازلن مقيدات بالحصول على موافقة ولي الأمر الذكر للسفر، وأن القضاء بالمملكة حكم على امرأة في أغسطس آب الماضي بالسجن 34 عام بسبب تغريدات تنتقد الحكومة. كما نوهت الصحيفة إلى أن 4 سنوات مضت على جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، ولم تخفف السعودية من مواقفها إزاء المعارضين، ولذا فإن موقفها من حقوق النساء أقرب إلى أعمال الضيافة الواضحة التي تهدف إلى كسب تأييد. ونقل التقرير عن زينب أبو الخير المحكوم على شقيقها بالإعدام في سجن سعودي منذ عام 2014 بتهمة تهريب مخدرات مزعومة. إنهم السلطات السعودية يريدون التصرف على هذا النحو لأنهم بحاجة إلى غسل وجوههم. واعتبرت زينب أن السلطات السعودية تحاول إظهار صور للعالم أن المملكة تغيرت، وعلقت: يتغيرون نعم، لكن هذا لا يزال غير كاف.